النهاردة هنعمل مع بعض فطار مختلف، وصفة كده حلوة ومختلفة، مش بيتزا. هعمل معاكم النهاردة وصفة حلوة جدا وهنمشي اليوم من أوله. بس في الأول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبيباتي ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب. وصفة النهاردة وصفة بسيطة جدا، مش هتاخد منك وقت كتير، لكن نوع من أنواع التغيير. هعمل معاكم النهاردة فطير شرقي. لو أول مرة بتشوفوا فيديو ليا، أنا مرمر، دي قناتي على اليوتيوب. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان نعمل العظمة دي سوا مع بعض. وتعالى أقولك عملت ده ازاي في وقت قليل جدا، يطلع مورق معاكي وجميل بالطريقة دي، طبعا سخن مولع. وصفة النهاردة من الوصفات الحلوة المختلفة في رمضان. يلا بينا نبدأ سوا مع بعض ونشوف عملنا ازاي النهاردة الفطير الشرقي والحشوة كانت ايه. اول حاجة بدأت بالدقيق، حطيت رشة ملح ومعلقة من السكر. ده كيلو الا ربع دقيق طلع معايا الاربع فطيرات اللي انتوا شايفينهم دي. بعجن بايه؟ بمية ساقعة، مش بمية دافية ولا اي حاجة. بحط المية حبة بحبة وببتدي ان انا اعجن. اللي عارفني هيبقى عارف ان انا ما بحبش اشتغل في البوله. هقوم قلبه كل ده على الكاونتر دلوقتي وابتدي اشتغل عليه. لمي بقى وطلعي كل الطاقه السلبيه بتاعتك في قلب العجينه. العجينه دي من العجائن اللي ما بيتحط لهاش لا خميره ولا بيكنج باودر ولا لبن ولا اي حاجه تانية خالص، فقط سكر وميه وملح وبس، على الدقيق طبعا. الحركه دي بتخلي العجينه يطلع لها عرق وتتفرد معاكي بسرعه وكمان ما تتقطعش. بعد ما تحسي ان كل المكونات دخلت في بعضها وانها بقت طريه معاكي، هتلفيها وتسيبيها لحد ما تستريح. تعالوا بقى نعمل الحشوه سوا مع بعض. سواء عملتي الهنك ده في قلب البيت اللي هو السجق او اشتريتيه من بره، لازم يتحط عليه شويه ميه مغليه كده اهو، ويتساب 3 او 4 دقايق، او يتحط عليهم على البوتاجاز. ليه بقى؟ من التراب والغبار والزفاره اللي بتبقى موجوده فيه، وعلشان كمان تقفلي مسامه وتقدري انك تقطعيه تقطيعات صغيره. السكينة مش هي أحلى حاجة لتقطيع السجق، لأنها بتخرج الحشوة بره. المقص أحسن وسيلة لتقطيع السجق. قطعي بقى التقطيعة اللي انت حباها. بعد ما طبعا نزل عليه المية السخنة، قفل بعضه شوية وما بقاش طري زي ما كان طري في الأول، فالتقطيعة بتاعته كانت أحسن وأسهل كتير. لو حابة انك تعملي دوت في الأول وتاخديه صدمة على البوتاجاز براحتك، بس أنا بقول لكم المية السخنة فايدتها ايه. التراب، ولانه بيتعلق فتره، بيتعلق تقريبا حوالي 4 او 5 ساعات ويمكن ليله كامله كمان، عشان يعضم وتنزل منه الميه والسوائل اللي بتبقى موجوده فيه اثناء الحشو. لو عايزه طريقته في قلب البيت اكتبولي وانا انزل لكم الفيديو بتاعه. بعد ما اقطع السجق بتاعي كويس جدا، هبتدي بقى اخده تشويحه على البوتاجاز. كده انا خلصت خالص. هحط في طاسه على البوتاجاز معلقتين 2 زيت. طبعا لو انت عارفة ان في دهون كتير يبقى مش هتحطي حاجة خالص. هستنى انهم يسخنوا وبعد كده هنزل السجق بتاعي وهفرده كويس في الطاسة عشان ما ينزلش سوائل ولا تحسي بريحة زفار. بعد كده حطيت بصلاية كبيرة. هنا ما حطيتش البصل لا جوليان ولا حتى حلقات، علشان خاطر انا عايزاها قطع صغيرة عشان الحشو في الفطيرة. حطيت رشة بسيطة من الفلفل الأسود وهنزل عليه الفلفل الملون بعد ما اطفي من على البوتاجاز. طبعا أنا مش أستاذة عمل فطير يا جماعة، يعني أنا مش دي ال- ال- الفكرة بتاعتي، أو إن أنا بعرف أعمل أو ما بعملش، أو إذا كنت أنا من الأرياف ولا لأ. بس أنا عايزة أوصل لكم معلومة إن سهل إنك تفردي الفطيرة طالما تحتيها مادة دهنية. تمام. بصوا انا فتحتها من الجوانب كده اهوت. بعد ما فردتها لقيت ان الطريقه دي احلى واحسن طريقه ليا لللف، بما ان انا مش متخصصه او مش استاذه في الموضوع دوت، لكن حابه اني اعمل فطير يطلع مورق ويطلع خفيف. فكانت الفكره دي بالنسبه لي، لاني عملتها من اكتر من سنه وكانت الحقيقه ناجحه جدا.
حطيت الحشوة بتاعتي بعد ما بردت، مهم جدا تكون الحشوة بردت. وبعد كده ابتديت ان انا اخد الطبقات اللي في الجناب اللي انا مقطعاها دي بالسكينة علشان اغطي عليها. دي بديلة ايه بقى؟ بديلة انك بتلفي الجوانب على الفطير. طبعا انا لا عندي صينية ولا عندي حاجة كبيرة ان انا افرد عليها بالطريقة المعتاد عليها فرد الفطير، عشان كده كانت الفكرة دي بالنسبة لي احسن فكرة. هبقى متأكدة ان عدد الطبقات اللي فوق هو عدد الطبقات اللي تحت، وان مفيش حاجة هتخرج معايا، والطبقات هتبقى مورقة وهتبقى رقيقة ورفيعة. ده كان احسن فكرة بالنسبة لي. وطبعا ما كانش ينفع ان انا اقولها لكم كده، كان لازم تشوفوها عملي بعينيكم. بصوا انا بعمل ايه في المعجنات بالاخص، او في الحاجات اللي زي ديت بيبقى الرؤية احسن من الكلام والشرح. قلبها تحت وفوق كده، طبعا ده بيخلي الطبقات بتاعتها فوق وتحت قد بعض بالظبط، وده بيساعدنا في عملية التسوية وبيساعد ان يطلع معاكي فطير كويس. كمان التريح بتاع العجينة، بحط بقى معلقة من السمنة او من الزبدة اللي انت شغالة بيها، وبحط الفطيرة بتاعتي وهسيبها تريح قبل ما افردها، لانها مش هينفع تتفرد من غير ما تريح. بعد ما ريحت معايا بتتفرد بكل سهولة. طيب شقت منك من فوق والحشو بان، مفيش مشكلة. بقت رقيقة قوي من فوق وجزء من الحشو ظهر، برضو مفيش مشكلة، مش هيحصل اي حاجة خالص. احنا يا جماعة مش هنبيعه، احنا هناكله. فعادي جدا لو طلع فيه شوية اخطاء او حاجات بسيطة، المهم يكون طالع مورق معاكي، طبقات رقيقة مش معجنة، في نفس الوقت يكون طعمه حلو. بس مش محتاجين حاجة تانية اكتر من كده. دي اول واحدة طلعتها وسبتها تبرد. بصوا قد ايه طرية، الطبقات رقيقة جدا، شفافة كمان ومبينة اللي تحتيها زي ما احنا شايفين. اخر واحدة حطيت عليها جبنة موتزاريلا من فوق الوش، وده كان علشان طلب. بصوا التسوية من فوق ومن تحت كانت خطيرة. طبعا عايزاه يطرى، اول ما بيطلع من الفرن بتقومي مغطياه. بصوا اللون، التسوية كانت تحفة. انا سويت في قلب الفرن يا جماعة. درجة حرارة قد ايه يا مرمر؟ درجة حرارة 220، ومشغلة المروحة. تعالوا بقى نعمل الخشاف، ودي الحاجات الأساسية اللي أنا بحبها جدا في رمضان. حطيت جزء من لفة قمر الدين على البوتاجاز، طبعا على حسب الكمية اللي انت عايزاها غلت. كسرت البلح وحطيت فيه الحاجات بتاعته، وبعد كده نزلتها في العصير. تعالوا بقى نشوف القمر بتاعنا ده. طبعا انا بصور لكم بايده وبقطع بالايد التانية، وده مش صح خالص، بس شوية وهيأذن الأذان ولازم الناس تفطر في ميعادها، فعشان كده أنا مستعجلة إن أنا أوريكم. وبما انها سخنة وانا مش قادرة امسكها، تعالوا بقى نشوف طبقاتها. شايفين التوريقة؟ بصوا الطبقات رقيقة جدا ازاي، لدرجة انها شفافة مبينة اللي تحتيها. ريحته كانت خطيرة. احلى حشوة للفطير الشرقي هي السجق. وصفتنا كانت بسيطة وسهلة. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. ما تنسوش اللايك للفيديو، واكتبوا لي دعوة حلوة في التعليقات. اشوفكم بخير في فطار جديد.